انت تسال اللي هو حضرتك، وانا هحاول اجيب. عايز تسال في اي حاجه؟ هسألك طبعا، نفسي اه أسألك في شوية حاجات كده يعني. بجد والله. امم طب ايه، عايز تسال دلوقتي ولا نخليها بعد ما انا اسال؟ طب اسأل أنت الأول. اسال انا الاول. امم رايك إيه في ماتش الاهلي والاسماعيلي؟ طب ما تخلي السؤال ده حاجة تانية. ماشي يلا. مين نجم ماتش الأهلي والإسماعيلي؟ يلا ماشي، هو السؤال كده. لا انت تسال وانت تجيب. لا لا لا. أولا الماتش حلو. انا اسف، انت يعني حضرتك تسال لا وحضرتك تجيب، لا لا، اتفضل. احنا بنلعب ماتش بينج بونج فيبقى. ماشي. بص، اولا ماتش حلو. امم والنتيجه لا تعبر قوي عن اداء الاسماعيلي. اه، الاسماعيلي مش فريق منهزم انا منكسر طول بشوف المباراه. انها دي تاني مباراه للاسماعيلي امم تبقى فيها شويه امم من ملامح وشخصيه الاسماعيلي. ماشي. أنا على فكره موافق يعني موافق حضرتك. اه. بس وهو ابتدى اول ربع ساعه ضاغط، فده حتى تلاحظ ان امام عاشور في الربع ساعه الاولى كان على طول في نص الملعب في الموقف الدفاعي يعني. لما اتحرك لقدام زادت القدره الهجوميه للاهلي. آه، طبعا بيرسي تاو يعني هو مان اوف ذا ماتش. بس ايه بقى؟ مم. معاه حسين الشحات، مم. معاه امام عاشور. مم. وانا بختار امام عاشور عشان كان جزء من هدف جميل جدا. ايوه. والهدف ده فيه اداء جمله جماعيه وفيها ابداع. يعني ايه الكعب ده؟ يعني ده ابتكار وده ابداع. مم. انا بحب الحاجات دي، ايوه. ودي تعلي عندي اللعيب. مم. يعني الحكايه مش ان انا اخد منك الكوره وارجعها لك تاني ايوه. طب ايه عملت ايه يعني؟ مم. زي التمريره او الباس اللي عمله كوكا. وانا قلت لك الحلقه اللي فاتت لما كنت معاك، انا بيعجبني كوكا يعني. مم. لعيب كويس وعنده شخصيه في الملعب كمان. هيكمل يعني، هيروح في الحته دي بصراحه لا يعني. ختم اه. النهارده. اه ختم ختم صح. لما مارسيل كولر اللي يعني ابتسامته بتبقى محسوبه وهاديه وبتاع ده، لما يعمل الباس ده وينتهي بهدف حسين الشحات، فهو يقول على الهدف ده واو. مم. انا قريت اه اللي خليني هو اجيب لك قاله. الجول، لانه على ما يبدو انه الاهلي بيلعب الكره دي كتير في التمرين. ايوه ليه طبعا. بقى؟ هوري لك حاجه يا استاذ حسن في الجول ده، انا يمكن كنت بتكلم فيها في المقدمه، بس حضرتك موجود معانا ففرصه. بص كده. لا احنا عايزين الهدف الثاني يا جماعه، الهدف الثاني، احنا بنتكلم على الهدف الثاني مش ده الهدف الاول. الاولاني يعني. ده الهدف الاولاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مباراة جميلة كانت ممتعة جدا بين الأهلي والإسماعيلي. نجم المباراة لغاية ما طلع كالعادة كان إمام عاشور، ومعانا حسين الشحات وبرستاو. عملوا مباراة عظيمة جدا، أهداف ولا أروع. مفيش أجمل من الكعب بتاع إمام عاشور وتمرير كوكا السحرية، وأهداف كلها معلمة وفن من النادي الأهلي. يا ريت دايما نشوف الإسماعيلي بيأدي الأداء دوت في كل مبارياته. احنا بنحب كرة الإسماعيلي طول عمرنا، نفسنا دايما يرجع الإسماعيلي في المربع الذهبي في المنافسة على بطولة الدوري، لأنه أكتر فريق خد الدوري بعد الزمالك نادي الإسماعيلي. خد 3 بطولات دوري، طول عمره بيقدم كورة جميلة. نتمنى دايما نشوفهم في أحسن حال. كرة الإسماعيلاوي كورة طول عمرها جميلة ممتعة، ولكن للأسف آخر 10 سنين الفريق بيعاني من الانهيار الكامل بسبب الأحوال المادية لنادي الإسماعيلي، وده مش في صالح الكرة المصرية. الكرة المصرية لما كان فيها الأهلي والزمالك والإسماعيلي بيتنافسوا على الدوري كانت دوريات ممتعة، مباريات ممتعة، كان بيمتعنا أكتر وجود الجماهير. النهاردة وجود جماهير الإسماعيلي بجانب جماهير الأهلي في المباراة كان عاطي دوافع كبيرة للأهلي وللإسماعيلي. نتمنى دايما المباريات الجماهيرية ما نحرمش من صوت الجماهير، هي دي اللي بتدي الباور والطاقة حلاوة كرة القدم. كنت أهلاوي أصيل من عشاق الرياضة المصرية، من عشاق الإسماعيلي، والجيل بتاعي عارف يعني إيه الإسماعيلي القديم.
ادينا لايك واشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.